السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن شاء الله هنقص مع بعض النهاردة طقم كالونات فستونات، يعني الاتنين مع بعض حاجة جميلة إن شاء الله. أول حاجة هو واخد 3 متر كشمير و3 متر رمادي. احنا طبعا بيجيلنا القماش متطبق تمام 2 كده زي بنفس الطريقة دي. لو انت لسه مبتدئة بيجيلك متطبق كده، فاحنا بنقيس القماش من هنا. تمام. فانا دلوقتي هقيس 2.5 متر. تمام، 2.5 متر. ليه هقيس 2.5 متر؟ انا عندي فستونات وعندي ان انا عايزاه تكون الملاية تكون طويلة شوية، علشان انا هفرشها في وش السرير. فلازم طبعا يعني الوش السرير ده طول المرتبة 2 متر، لكن احنا عندنا عرض السرير بيبقى 160 او 180. فانا لا، ده انا هفرشه في الوش، فانا محتاجاه كده ان هو عرضه يبقى كبير. فانا 2.5 متر تقصيه 260 هيبقى كله خير ان شاء الله. فانا قصيته دلوقتي 2.5 متر. تمام. وهقول لك بقى هنعمل ايه. احنا المفروض لما بنيجي نخيط الكورنيش او بنعمل الكورنيش بنعمله في الجنب، المكان اللي انا بقص منه ده. المرة دي الدنيا هتختلف. تمام. انا هعمل الكورنيش عند البورسل. فهعمل ايه بقى؟ هفرد القماش. طبعا انا كده قصيت الملاية. انا بقى دلوقتي هفرد القماش، وطبعا اظبط الرسمة. اهم حاجة تبقى جاية بطول السرير كده. تمام. وهطبق القماش بالطول من عند البورسل علشان خاطر اقص الفستونات. تمام. يعني انا كده غيرت اتجاه التطبيقة، اصلا التطبيقة الاساسية اللي هي جاية بيه. تمام. طبعا الحركة دي ممكن تعمليها في موديل بكرانيش اصلا عادي. وطبعا برضو لازم تكبري القماش، يعني مثلا بدل ما هو 250 تبقى 230. ده بالنسبة لو كورنيش عادي مش فستونات. احنا هنا دلوقتي معانا طبعا عندك طبق. اعملي بقى منه الدوران ده او الباترون ده نص الطبق كده مقاسه، او انت اعمليه ممكن عادي بالمسطره والقلم كده وتعملي الدوران. ده عرض الفستونه كده 32، وطولها يعني بالطول كده 16 سنتي. طبعا تعملي الدوران ده. انا عملت ليه باترون افضل من الطبق؟ لاني انا دلوقتي عايزه امشي مظبوط. الطبق ممكن يطلع فوق، انا ايدي يعني وانا برسم ايدي تطلع فوق وتنزل، لا، لكن انا معايا القطعه مستقيمه نص مستقيم، فهيجي معايا الرسمه مستقيمه. طبعا انا هنا علشان خاطر ايه؟ الفسطونة في الملاية نفسها. تمام. طبعا في البداية انا كنت مطبقة الباترون تمام كده، طبعا عشان القماش متطبق في الجنب. الرسمة عشان خاطر تبقى مظبوطة، الرسمة تبقى في النص مظبوطة تمام كده، يعني عملت نص دايرة، مش دايرة كاملة. بعد كده بقى هرسم بقى وهي مفرودة الدايرة كاملة. تمام. طبعا انا برسم واحدة واحدة وبقص واحدة واحدة علشان خاطر يعني تبقى يعني مظبوطة ان شاء الله. وطبعا انتي برضو اعملي كده، انا ماشية معاكي واحدة واحدة علشان خاطر انا بيجيلي بصراحة يعني بنات بيبعتولي بيقصوا غلط بسبب ان هم مش ماشيين مظبوط. لا، امشي واحدة واحدة. لو انتي مش عارفة تقصي جربي في ورقة خارجية الاول، وبعد كده قصي الملاية، ما تبوظيش الملاية. لو اول مرة هتقصي فستونات وخايفة، جربي في ورقة. اي قصة تكون صعبة عليكي يعني جربي في ورقة، شوفي انتي هتقصيها صح في الورقة ولا لأ، وبعد كده قصي في الملاية. مش شرط الفستونات بس، يعني انا بعمل كده لو في حاجة جديدة وانا مثلا اول مرة اعملها. طبعا مش همسك قماشة وهبوظها، او ممكن اجرب في القصاقيس. طبعا احنا عندنا قصاقيس كتير، نجرب في القصاقيس او تجربي في ورقة. اهم حاجة ان انتي ما تبوظيش يعني القماش يعني الامطار اللي انتي جايباها. تمام. فتعلمي خارج بعيد عن الطقم اللي انتي يعني هتعمليه.
كده قصينا الفسطونات، وهرجع تاني في النص دي ترسميها نص دايرة الاول، ما تبوظيش. كده احنا خلصنا الملاية، ده الملاية اللي فوق بس، لسه بقى الكرانيش. تمام. انا معايا بقى الكرانيش اللي هي يعتبر من تحت الرمادي دي 80 سنتي. تمام، هقيس 80 سنتي وهقص 40 و40. تمام. سهل جدا ان شاء الله يعني. طبعا انا هقص دي 40 و40، وهقص الكورنيش اللي هو التاني الكشمير من تحت، هقصه 15 و15. طبعا انا هوصله، مش هعمل القلاب، مش هعمل هنا الكورنيش القلاب، لان انا طبعا لما كنت جايبه القماش ما كنتش عارفه هعمل بيه ايه. تمام. فانا طبعا لازم اخلي بالي من القماش اللي معايا عشان الطقم اللي يطلع مظبوط. لو انت هتعملي قلاب هتقصي 50 و50، وهتقصي القلاب 10 سنتي و10 سنتي. طبعا انا هنا عايزاه يكون طويل شويه، فأنا قصيت 40 و40 الرمادي، وقصيت 15 و15 الكشمير. تمام. طبعا موضوع المقاسات ده بالنسبة للكورنيش حسب الطول اللي عندك، لو عايزة تطولي عن كده دي حاجة ترجع لك. كده احنا خلصنا الملاية بالكرانيش بتاعتها. نيجي بقى للمخدات. انا برضو بحب اقصها طويلة شوية، فانا قصيتها 170 سنتي. تمام. القماش بقى اللي هيتبقى ده اللي انا هعمل بيه الخداديات. تمام. انا كده هقص اللي هي 170 سنتي، كده قصيت 170 سنتي. نيجي بقى من عند المكان اللي هو ده المكان المفتوح اللي هو من عند البرسول كده. تمام، هنقيس 90 سنتي. طبعا احنا معانا الطول 170، واحنا عندنا المخدات عامة العرض واحد 90، لكن 90 في عرض السرير اللي هو يعتبر 160. طبعا انا بحب اعملها طويلة شوية 170، عشان خاطر في مخدات بتبقى مقلبظة كده الجديدة، فلازم نكبر مقاساتنا شوية. تمام. كده بقى هطلع القطعة دي، القطعة اللي هي هتطلع من المخدات هستخدمها للخداديات. وطبعا مع باقي القماش اللي اتبقى معايا الكشمير والرمادي علشان اعمل شكل الخداديات، وان شاء الله هنزل لكم الفيديو بتاعها بالقص، يعني هقصها معاكم وهخيطها معاكم في نفس الفيديو ان شاء الله. أتمنى لكم الإفادة. دمتم طيبين وبخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.